كشفت مصادر طبية داخل الوداد الرياضي في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أن حارس مرمى رضا الترناوتي تعرض لتمزق على مستوى الغضروف المفصلي للركبة خلال تواجده بمعسكر المنتخب المغربي استعدادا للمباراة الودية التي ستجمعه بالبرازيل. وحسب نفس المصادر فإن الطاقم الطبي للوداد الرياضي بصدد دراسة ملف الترناوتي بشكل دقيق بتنسيق مع طاقم المنتخب المغربي من أجل الحسم في بروتوكول العلاج الذي سيتم اتباعه. المصادر ذاتها أكدت أن إخضاع الترناوتي للتدخل الجراحي وارد جدا، ما سيفرض غيابه عن الميادين لشهرين على الأقل. مضيفة الطاقم الطبي سيدقق جيدا في فحوصات اللاعب، سنرى إن كان بالإمكان تأجيل الجراحة إلى ما بعد نهاية الموسم والاكتفاء باتباع علاج موازي يفرض الغياب عن الميادين لأسبوعين تقريبا على أن نلجأ للعملية الجراحية صيفا. وأصيب الترناوتي في تدريب الأمس مع المنتخب المغربي في مركز محمد السادس بالمعمورة استعدادا لمواجهة المنتخب البرازيلي.